السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب مؤسسة قضائية نطقات بحكم في حق السيدة فاطمة، وحكم نهائي، معناه أن هذه السيدة مرتكبة واحد الجرم، وأنها مدانة ممضية للانتهاية. خرج في مباشر عبر حساب الانستغرام ديالك وطلبي العفو من الملك. أصلا الحكم اللي تنطق عليها هو تنطق باسم جلالة الملك، والقاضي راه معروف انه ملي كيبغي يحكم دائما كيفتتح الجلسه كيقول نفتتح الجلسه باسم جلاله الملك، اليس كذلك؟ فالتدخل ديالي هنايا هو في الطريقه ديال طلب العفو والتعقيب ديالي، اما وبدون عاطفه، صفر عاطفه، لان الخروج الدنيا فاطمه كتطلب العفو الملكي بالبكا والتنخطيط، هذا لا يليق بمقام الملك اطلاقا. لو كان بغيتي تواصلي مع الملكه ودرتي ليه رساله، فاكاد اجزم ان دنيا فاطمه عندها القنوات الخاصه، وعندها خصوصا انها فنانه مشهوره وعندها جوج ديال الاوسمه، فغالب الظن غتكون عندها قناه من القنوات للوصول الى الملك. معروف ان في المغرب كاين بعض الاشخاص، بعض الفنانين المشهورين كانوا يمتلكون هاتف الملك. ثوريا جبران، المرحومه ثوريا جبران، كانت تمتلك هاتف الملك وكانت كتستعمله بالطريق الصحيح. اما الخروج بفيديو بهكذا فيديو تستعطفين المغاربه ما عندهم ما يديروا لك. اذا كنتي كتظن ان الاوسمه الملكيه غتحميك من الجرم فهذا خطا. الاوسمه هي تكليف وليس تشريف، تنهضروا على جوج. اما الانسان باش تكون عنده اوسمه ويعيق على الدراوش هذا ماشي واقع، ما كنتشفاش فيك. ولكن انا كنقول لك هادشي لسببين رئيسيين مهمين ردوا البال لهذه القضيه، يعني يجب قراءه ما بين السطور. دنيا فاطمه غادا تمشي للحبس، علاش؟ لان ما غاداش تكون اكبر نفوذ من المحامي زياد، نقيب المحامين، وزير سابق، ومع ذلك تم اعتقال ديالو. ثم من الغرائب والعجائب الصدف ان اطلق الملف ديال ثوريا ديال فاطمه مع القضيه ديال سعيد الناصري المدعو باسكوبار افريقيا، وغادي يوقع عليها بحال داكشي اللي وقع ديال الفيلم احنا في ديال الاوتوبيس ديال عادل امام. غادي تمشي في بالتالي هذه هي رساله. هذه القضيه ديال دنيا فاطمه وسعيد الناصري هي رسالة إلى كل منطقة وتجبر في المغرب. المسألة مسألة ملانوة ليس إلا. السلام عليكم ورحمة الله.